هذه هي الحقيقة، ولا يزعجنا أبدا ما تحاولون به التشويش بلا فائدة، ومتأكدين أن العاقبة لأهل الحق والعاقبة لأهل الجد. 1975 نهاية 1975 ينتهي مسلسل دام 15 عاما مع المستعمر، ثم بعد ذلك بدت فترة أخرى وهو مواجهة العدو من الداخل، مواجهة المرجفين، مواجهة أعداء الأمة وأعداء الشراكات وأعداء يعني التآزر. الحقيقة جلية نراها يوما بعد يوم. هناك من يتقدم، هناك من يتحسن، هناك من يبني، هناك من يحسن من ظروف المواطنين، هناك من يحمي مواطنيه، هناك من يزيد ويحمي بلده، هناك من وضع بلده على مسيرة التنمية، هناك من بلده أصبح شامخا، هناك من بلده أصبح قبلة للعالم، هناك من اليوم يثق فيه العالم بجميع مجالاته. الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية اليوم هما وجهتان مفضلتان للعالم. موريتانيا كهمزة وصل وكدولة متسامحة مسالمة تحب الوئام والتآزر والسلام، وهناك المملكة المغربية التي تشتغل بجد والتي تبني والتي تريد أن ترفع من مستوى المنطقة. هذا واضح. وهناك من يشتغل على التدمير فقط، هناك من يشتغل فقط على التدمير ولا تقطيع الأواصر وعلى توزيع الدول وعلى تهديد أمنها وتهديد وحدتها الترابية. الحقيقة جلية ولا تحتاج يا أخوة الكرام يا أخوات، الأمور والله بينة، طبعا لمن أراد أن يراها، لمن كشف الله عنه الغطاء ليرى الحقيقة. وتأكدوا هذا الأمر أن الله سينصر تلك الشعوب التي يعلم أن بقلوبها خير. ألستم مسلمون؟ ألا تؤمنون أن هناك رب عرش يدبر الأمر ويعلم ما نخفي وما نعلن، وهو الذي قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وستبقى هذه الدول التي ذكرت في هذه المنطقة، المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، منطقة إشعاع وإلهام للتعايش والسلم والتنمية وبث العلم. هذه حقيقة. وبالتالي مهما كانت المحن ومهما كانت الصعوبات فالعاقبة لهم، سينصرهم الله وسيحسن من ظروفهم. وأولئك الذين يمتلكون الإمكانيات يعتقدون أن ما آتاهم الله من إمكانيات فهو لأنه أكرمهم أو أنه نعمهم أو أنه أعطاهم هذه الإمكانيات لأن يضعفوا جيرانهم ولأن يتمكنوا منهم. ألم تسمعوا قول
ألم تسمعوا قول القرآن في الملك سليمان عليه السلام عندما قال: يا أيها الملأ من يأتني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك وإني عليه لقوي أمين. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما اسمع ماذا قال سليمان: فلما رأى العرش فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. بمعنى أن سليمان عندما أمده الله بالجن والإنس والطير، وعندما حملوا له عرش بلقيس ورآه مستقرا عنده، قال هذا فعلا فضل من ربي ولكن ليبلوني أي ليمتحنني هل سأشكر أم سأكفر. يعني أشكر وأقول أن هذا من عند الله من أجل فعل الخير، أكفر أن أكفر أن هذا من عند الله وبالتالي أن أستعمله في أن أضر الآخرين. إذن يا إخوة الكرام،